السلام عليكم يا صديقي. الموضوع اللي هكلم حضرتك فيه النهارده هو الناس اللي بتخش الجبل، تمام، وبتشتغل عشوائي. ايه؟ عشان مثلا الجبل ده فيه دفن، تمام، فبيروح يجيب شيخ وفاكر ان هو هيجي يقول له تعالى انزل هنا، معنى كده ان المنطقه فيها دفن. آه كده. وينزل في اي حته هيلاقي فيها اثار، تمام. وده اللي قلته له لحضرتك قبل كده، قلت لك الدفن في الجبال ليه اماكن. طبعا انا ما اقدرش اقول لك اماكنها فين، والا هيبقى فيديو تحريضي ومش توعيه، تمام. طبعا الجبل ليه اماكن، الدفن في الجبال اماكن على حسب ارتفاع الجبل، تمام، بيتقسم الى 3 تلات. وطبعا الكلام ده بقوله لك عشان الناس اللي بتشتغل عشوائي في الجبل وبيروح يجيبوا اي حد، سواء شيخ او جهاز او سيخ او دكتور او تمام، ويجي يقول له انزل هنا، واللي هو بناء على ايه حضرتك نزلت هنا؟ يقول لك انا نزلت وخلاص، الجهاز قال لي، الشيخ قال لي، تمام. تعال اوريك بس حاجه، تعال اوريك حاجه، واللي هو نتيجه الشغل العشوائي. تعالى، ده طبيعه جبل، تمام. كل اللي حضرتك شايفه ده طبيعه جبل. تعالى بقى بص هنزلهم فين اهو. كل اللي انت شايفه ده طبيعه جبل، تكثيف طبيعه الجبل، تمام. طبعا هنا قال لهم انزلهم، ده ملكه، ده مكان ملكه، ده مكان مش عارف ايه وملك، وانت شايف كده، تمام. وطبعا بيقنعك بحاجه هبقى اشرحها لك في الفيديو اللي جاي، اللي هي ايه؟ ان الجبل هم نحتوه زي ما انت شايف كده، هم نحتوا وحطوا الحاجه هنا تحت، وجابوا بامب او خلاطه بلدي، خلطت وعملت عجنات وصبت الجبل تاني، تمام، وقفلت عليه. وانت بقى المفروض تيجي تكسر العجنات دي عشان حضرتك تطلع الاثار، صح؟ دي طبيعه جبل كلها اهي. بص بقى التبه اهي، فيها دفء، انا معاك، خرج او اتبقى انا ماليش علاقه بيه، تمام. بس التبه دي لها مدخل شرعي واحد تدخل منه حضرتك. طبعا هو بيجي يقول لك ده هنا المدخل ده، يبقى هنا بقيتها نازلك في زي ما انت شايف كده. عارف بقى انت يا ابو الصحاب، عارف انت شويه الشغل دولت ممكن ياخدوا منك كام فلوس ووقت ومجهود، تعب ومصاريف وطلوع الجبل كل يوم وعمايل، ولا قدر الله ممكن حد يجرى له حاجه تحت او الكلام ده، هياخد منك وقت كتير، فلوس كتير قوي قوي، تمام. وفي الاخر زي ما قلت لك قبل كده، ان مش معنى هتنزل المقبره ولا توصل المقبره هتلاقي فيها بقى شكاير وتعبي بقى ايه، شكاير سبايك ذهب زي ما بيضحك عليك، وتماثيل ومش عارف ايه والكلام ده كله، هتبقى غالي. لا لا، مش شرط. انت لو كنت تدخل قلت لك انا المقبره تلاقيش 3 4 جنيه. ده اخره الجري ورا الشيوخ، واخره الشغل العشوائي، اللي هو انا في جبل وما دام في دفن يبقى اي منطقه فيها اي حته هنزل فيها الاقي فيها مقبره. ده غلط وده مش صح. كل ده وهم، كل ده كده. ما تجريش ورا الوهم يا ابن عمي، وما تجريش ورا كده، ان الموضوع علمي بحت. الموضوع مش متساب كده. هحكي لك في الفيديوهات اللي جايه اللي هصورها لك، حتى الفيديوهات اللي كنت بصورها لحضرتك وبتشوف المدخل فيها كده واضح، ده مش سهل. عشان تجمع مدخل زي كده وتجيبه وتكسره وتعمله الكلام ده محتاج علم، محتاج وقت، محتاج فهم، محتاج حاجات كتير. لا، وفر فلوسك، ما تجريش ورا الوهم. انا احمد سفاري، ودي صفحه زي الاشراق تقول. السلام عليكم.